والعلا سيروا شبابا مجد وتكاتفوا لينوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج ساعة شباب. في البداية وكما جرت العادة نرحب بالمذيع المتألق الأستاذ الغالي عبد الرحمن برهان أبو تركي. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن. حياك الله يا أبو صقر، وحيا الله مشاهدينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم دائما وابدا عبر شاشات شبكة سلام الإعلامية، والتي يعني تسعد بتواصلكم باستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر صفحاتنا في الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل وإياكم مباشرة لأولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة السمر. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. طيب عبد الرحمن، موضوعنا لجلسة سمر عنوان جميل، ودائما ما يعني يتشتت فيه الشاب في بداية، خلينا نقول في بداية عمر الشباب، وهو دائما يضيع بين تحديد الهدف الذي يطمح له. يعني الآن مثلا احنا لو تكلمنا على صعيد أن الشاب عندما ينتهي مثلا من المرحلة الثانوية في الدراسة، تجد عندها الآن الدخول إلى المرحلة الجامعية. تبدأ من هذه النقطة، وهو تحديد الهدف القادم. تحديد الهدف القادم يعني مثلا كاختيار مثلا تخصص، كاختيار مثلا بلدة يرغب الذهاب بها لدراسة الجامعة، كاختيار مثلا يعني أيا كان من هذه الأمور. وطبعا يا عبد الرحمن يجب على المرء أنه يعني يسعى خلف هذه الأهداف بشغف كامل جدا، ولا يعني يقف يعني هو يوم يواصل الشغف، يواصل الطريق، تمر به ايش بعض الامور، او اللي يعني توقف عن هذه الامور. فلا بد انه مع قوة الشغف اللي عنده وقوة الامور اللي عنده يستطيع انه يتمكن من انه يتغلب على هذه الامور. نعم. وايضا ابو صقر، يعني سبب اختيار الموضوع هذه الحلقه انه احنا تكلمنا في الحلقه الماضيه عن يعني انتهاء الاجازه، وكيف الواحد يعني يدخل من نهايه الاجازه الى بدايه عام جديد او عام دراسي جديد، او يعني يعود الى العمل او يعود الى الجامعه، اينما يكن مكانه، اينما تكون وجهته. فبالتالي هذا الموضوع هو موضوع الان مهم جدا، كون الان هي بدايه سنه دراسيه جديده. فلعلنا اول شيء نلخص او نبدا بالهدف الاهم ألا وهو عبادة الله عز وجل. الهدف الأسمى والغاية العظمى من وجود الإنسان على هذا الكوكب، سواء كان شاب أو يعني سواء كان من الشاب أو من كبار السن، هو عبادة الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي هذا هو الهدف الأسمى. لابد أن تكون جميع أهدافك مرتبطة بها هذا الهدف تحديدا. اتكلم عن العمل، اتق الله في عملك. اتكلم عن الزواج، اتق الله في زواجك. اتكلم عن البيت، اتق الله في بيتك واهلك. اتق الله في جميع امور حياتك، لانه هذا هو الهدف الاسمى. هذه كلها عباره عن وسائل، والغايه الاسمى هي عباده الله عز وجل. نعم. طيب عبد الرحمن، يجي سؤال الان هنا: لماذا يجب على الانسان انه يضع هدف؟ يقول لك واحد: يا اخي انا انتهيت من المرحله هذه، ليش انا احط لي هدف؟ ليش تحط لك هدف؟ لان لابد ان الانسان عندما ينتقل من مرحلة خليني مثلا ماني عارف ايش احط له، بس المرحلة اللي خلاص انت تبدأ فيها تحط اهدافك الى قدام، الى انه مثلا والله انا السنة هذه انتهيت من المرحلة الثانوية، فخلاص انا السنة الجاية مثلا بسافر الى فلنفترض مصر، بدرس هناك العلاج الطبيعي، بتكمل 4 سنوات، بعد انتهاء من 4 سنوات ان شاء الله ببدأ العمل سنة سنتين، اجمع لي مبلغ معين اروح اتزوج فيه. بعد الزواج خلاص انا ابدا استقر في منطقه معينه، احصل مثلا
على هذا افتح شركه القابضه، اسوي اشياء كثيره الى ما اوسع، ثم انت كل ما تصل الى هدفك تحقق هدف تبدا بهدف اكبر منه اكبر منه. عندما انت تدخل في معترك الحياه يا عبد الرحمن وما تكون عندك اهداف انت محددها، يعني تمشي في حياتك كذا يعني ماني عارف ايش اوصف لك الموقف، لكن تمشي في حياتك كذا بلا اي يعني اي هدف، ماشي كذا بلا اي شيء. والله يا اخي انا ماني عارف، خلصت الثانوي طيب وش اسوي؟ ماني عارف والله، ادرس ما ادرس ما خطه، خلاص خليني امشي كذا، يعني اداقش مع الحياه وتجي زي ما تجي. هذه الاساليب والعباره هذه، يعني انا في وجهه نظري انها انت انسان خلقت، يعني بعد اول سبب كما ذكر الاستاذ عبد الرحمن اللي هو انك انت خلقت هنا لعباده الله عز وجل، هذا امر الجميع متفق عليه. الامر الثاني لابد يكون لك هدف، انت ماذا ساهمت في المجتمع؟ ايش سويت انت وراك ترى بناء اسره، وراك ابناء، وراك زوجه زوجتين ثلاثه الله اعلم، وراك هذه الامور كلها، ماذا فعلت؟ ايش قاعد تفعل؟ هذول كيف انت بتامن مستقبلهم؟ هذا على الصعيد البعيد يعني جدا. فانت اذا ما وضعت لك اهداف يا عبد الرحمن، ما وضعت لك خطط تمشي فيها، حتى ولو كانت، يعني احنا ما نطلب ان الانسان مثلا يكون عمره 16 سنه يحط له هدف اني امتلك شركه قابضه عالميه بعد سنتين. يعني امر الله عز وجل اذا قال له شيء يعني كن فيكون، هذا لا شك يعني، لكن يعني حدث عقل ما عقل، مستحيل انك انت مثلا في عمر 15 بعملك تصل الى في سنتين تصل الى شركه عالميه. لكن مثلا قول انا مثلا بعد ما اخلص عمر 17 سنه بدخل في جامعه، باخذ شهاده، بعد ما اخلص شهاده بجمع لي قرشين اتزوج. حط بالك يعني على كل فئه عمريه تحدد هدف مناسب. نعم. جميل. طيب احنا ذكرنا في النقطة الأولى إنه أكبر هدف يسعى إليه المرء هو يعني إرضاء الله عز وجل. طيب إذا جينا واحد سألنا قال يا أخي كيف أنا أوصل لهذا الهدف؟ طبعا هذا الهدف الأسمى، فبالتالي أنا ممكن ألخصها يعني لك في نقطة معينة بناء عليها يعني ممكن تبني عليها تحديد هذا الهدف كيف ممكن يكون، ألا وهو يعني إرضاء الله عز وجل بترك المعاصي وفعل الطاعات. هذا هي العبارة العامة التي تلخص هذا الموضوع. طب كيف؟ لخصها لك الشاعر في قوله: النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. وبالتالي هي النفس راح تؤدي بك إلى الشهوات، فلا بد أنك أنت تمنعها قدر المستطاع لأنه ما يعني كلنا يعني خطاء، يعني كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين إيش؟ التوبة. فأنت تخطئ وتتوب إلى أن تصل يعني إلى مرحلة إرضاء الله عز وجل، وهي مرحلة والغاية الأسمى. طيب لو مثلا جانا سؤال عبد الرحمن، كيف انا لي ان احدد الهدف؟ يقول لك والله يا اخي كلام سليم وانا اقتنعت بما ذكرتموه وطرحتموه، لكن يا انس ويا عبد الرحمن انا كيف احدد هدفي؟ تحدد هدفك كما ذكرنا في البدايه، لو ترجع للنقطه الاولى ذكرناها، الانسان عندما يكون له شغف، هذه بحد ذاتها يا عبد الرحمن هي باب من ابواب الاهداف. يعني انت الان يوم انت مثلا تفكر في امرك ويكون لك شغف انك انت مثلا على مدار 5-6 سنوات ستحقق مثلا شيء معين وتمشي عليه حبة حبة، شفت الشغف هذا لوحده هو ايش؟ هو اول الاهداف التي انت لازم انك انت ايش؟ تمشي بها. وحط على هذه، شوف يعني الان انا ارشح يعني الان هم في شيء مستويين، اللي هو ان تكون عندك شغف، حط في الجانب الاخر واعلى منه ان تذكر دائما ان الله عز وجل دائما عند حسن ظن عبده به. دائما انت يوم تشعر انك حققت هدف، وان الله عز وجل بالثقه الكامله التي عندك ان الله عز وجل سيحقق لك هذا الهدف، فيعني ابشر بالخير. فانت مثلا اليوم تحط مثلا ل4-5 سنوات انك انت حاط هدف باذن الله انا اتمكن من شراء شقه وشراء سياره وشراء مدري ايش، واحصل هذه الامور، وتسعى تفعل بالاسباب، وثقتك في الله كبيره ان الله عز وجل سيحقق لك هذا المراد، حتما باذن الله عز وجل سيحقق الله لك هذا الامر. فلذلك نتكلم مثلا هذا على صعيد الدنيا. لو تكلمنا مثلا على صعيد الدراسه، الانسان يبدا يختار مثلا تخصص الهندسه المدنيه، يباشر فيها العمل 4-5 سنوات ماشي بجد واجتهاد، يدرس الليل والنهار، يروح اختبارات، قد مثلا تكون عنده 3 اختبارات ورا بعض، وينتهي من الاولى ويدخل في الثانيه وينجح فيها بالشغف وبالقوه والاصرار، ثم في اخر 5 سنوات يفرح بانه خرج او تخرج بهندسه، مهندس معماري.
شفت وصلت، حطيت لك هدف انك انت بعد 5 سنوات انا ساصبح مهندس معماري يا عبد الرحمن، وشغفت في العمل وواصلت واستعنت بالله وكان لك شغف. شوف بعد 5 سنوات ربي وفق الى انك انت تصبح مهندس معماري، ومن ثم عاد تطلب مثلا انك مثلا تصير مدير تنفيذي، وتصير تملك مثلا اراضي، تملك مدري ايش. هذه كلها لكل، كما ذكر سابقا، لكل مرحله عمريه ولكل فئه طموح معين يا سعاده المهندس. حياك الله يا ابو صقر. طيب احنا الحين تحدثنا بشكل يعني مفصل عن الهدف وما هي طبيعه الهدف وكيف يكون عندي هدف والى اخره. الان لابد تأتي النقطة اللي بعدها، شيء مصاحب لهذا الموضوع، ألا هو الطموح وعدم الاستسلام. لابد أن تكون همتك عالية، لأنه تحديد الأهداف بلا عمل، يعني الله جل يقول في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني أنت بعد العلم لابد من عمل. العلم بلا عمل يعني ما من أي فائدة، أنت مجرد أخذت معلومات ولكن ما طبقتها على أرض الواقع. فبالتالي احنا نسأل يعني سؤال، ما هو الطموح؟ يعني إذا جينا نعرف، يعني إذا واحد قال لك والله وش الطموح؟ كلمة كبيرة جدا، أنت اختصر لي إياها في جملة أنا أقدر أفهم فيها. أنا أقول لك أن الطموح هو النظر إلى الأمام والإقدام نحو حلم أو هدف للوصول إلى غاية شريفة لا شك أنها ترضي الله عز وجل. وعكسه إيش؟ عكسه التخاذل والتقاعس وخلق الأعذار والعجز عن النهوض، مما يولد عند الإنسان موت الهمة، انعدام الطموح، فيصبح يعيش حياة خالية بالية لا معنى له، وينظر إلى جميع من حوله وقد بلغوا ما بلغوا. والشاعر يقول، أو عفوا المقولة تقول إذا لم تتقدم فإنك إيش؟ تتقادم. نعم. يعني لا يوجد ثبات على المستوى. إذا أنت ما قاعد تتحرك فأنت قاعد يعني تعود إلى الخلف، أنه اللي حولك راح يتقدمون، أنت راح تكون يعني مكانك يعني ثابت. نعم. نعم ثابت. وأيضا الشاعر يقول أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي. يعني الإنسان لا يرضى على نفسه أنه يعني ينظر إلى جميع من حوله. هذا التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس ترى جميل جدا، لأنك أنت بتشوف اللي حولك قاعدين يشتغلون، ليش أنا وش قاصرني؟ أنا كمان لازم أنا أتحرك زي ما هم قاعدين يتحركون. هذا أيضا يعزز عندك الطموح. فبالتالي كما ذكرنا الطموح هو النظر إلى الأمام، وعكسه التخاذل وهو التقاعس وعدم النظر للأمور بجدية. دعنا عبد الرحمن نذكر مثال يعني على الهمة عفوا، وعلى الطموح والشغف. خلينا نبدأ بخير البشر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان قومه يا عبد الرحمن، يعني الحادثة الشهيرة، يضعون عليه سل الجزور ويصفونه بالشاعر والساحر والكاهن، ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاوم هذه الأمور ويعني يحسن إلى هذه. طبعا وقفة تربوية هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه يعني أقرباء وأهليه كانوا يؤذونه، لكنه كان يتعامل معهم بأكمل الصفات الأخلاقية أو العلو الأخلاقي إذا صح التعبير. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه همة كبيرة جدا، أنه وراه مشروع كبير جدا سيواجه مثل هؤلاء، من اللي يقول لك والله أنت شاعر، أنت مدري كاهن، أنت هذا ما أتى إلا بالسحر، وهذا والله إنه يسحركم مدري إيش. النبي صلى الله عليه وسلم لديه مشروع كبير جدا سيمر عليك في هذه الخطة الطويلة والمشوار الطويل أمثال هذه التعثرات. فلا بد أنت بشغفك وطموحك تقف على هذه الأمور. وأيضا بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وضعوا عليه الحجر على صدره ويقولوا له قل كلمة تسيء فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه، ويقول أحد 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 أحد. ليش كان عنده الشغف الكبير هذا جدا وعلو الهمة في هذا الأمر؟ لأنه يعلم أن المشروع الذي ينتظره هو الجنة. يستطيع الإنسان يعني أصبر عليها من أجل أن أنا أحقق حلمي، من أجل أن أنا أصبر على هذه الأمور وأنا أجر عليها. يعني يضع عليه صخرة، ويضع عليه، كان يعني يعذب في حرارة الحجاز، في حرارة مكة، وكان يصبر ويحتسب ويقول أحد أحد. نعم. أيضا لدينا في التاريخ لا شك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، ويعني يعني هو القدوة الحسنة. فبالتالي هو الذي نتعلم منه علو الهمة والنظر إلى الأمور بشكل كبير جدا. طيب قبل أن ننهي هذه الفقرة، أنا لدي تعقيب، يعني أوجه يعني هذه الرسالة إلى يعني جميع
الإخوة المسلمين الذين يعبدون الله عز وجل. دائما نحن فتحنا موضوع الأهداف والهمة وما إلى ذلك. لابد أنت كشخص مسلم عربي لابد أن يكون لك هدف في دين الله عز وجل. لابد أنك أنت يعني نحن خلقنا لنعبد الله عز وجل، نعم لا شك، ونصوم ونتصدق ونحج بيت الله الحرام لما استطاع إليه سبيلا، لكن لابد أيضا أن يكون لك شيء تفعله لدينك. لابد أنك أنت تخرج من هذه الدنيا وأنت يعني الله عز وجل استعملك في دينه. فدائما أذكر نفسي وإياكم بالدعاء أن الله عز وجل دائما يستعملنا في دينه، وأن الإنسان لابد أنه يضع له هدف وحلم وشغف يقاتل عليه في هذه الدنيا. شغف دنيوي نعم لابد، وأحلام دنيوية لابد أن نحققها، وأيضا لابد أن يكون لك شغف وأمر ما تفعله في دين الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الثانية وفقرة ترند. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الفقرة الثانية من برنامجنا برنامج ساعة شباب وترند. عندنا اليوم 3 ترندات، لعلنا نبدأ في أولها يا أبو صقر. نعم. الترند الأول كان حديث الساحة في الأيام الماضية، وانتقل من كونه خبر يعني محلي داخل تركيا تحديدا مدينة طرابلس إلى يعني قضية رأي عام تدخلت فيها السلطات الكويتية والسلطات التركية، وأصدروا كل منهم أصدر بيان في الحادثة. الحادثة هي المعروفة والشهيرة لكم تعرفتم عليها من خلال المقدمة البسيطة، ألا وهي حادثة السائح الكويتي في اسطنبول وتبعاتها. ظهرت إشاعة يعني أن الرجل توفاه الله، ولكن خرج بفيديو يوضح أنه يعني ما زال على قيد الحياة بحمد الله، ولعل الله سلمه من الضربة الشديدة التي كانت على جمجمته، إلا أنه ظهر عليه واضحا آثار الضرب عليه، مما أدى إلى تدخل السلطات. طبعا هذا الخبر أكيد أنه أغلب المشاهدين ما كانوا كلهم يعني سمعوا فيه وشاهدوا المقاطع، وفي هذا نذكر أن السبب مثل هذه المشاكل هي العنصرية التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة. ويعني لا شك أن هذه التصرفات هي تصرفات فردية يعني تؤثر بشكل صريح وواضح على يعني استقرار ويعني أمن الدولة تركيا، التي هي يعني هدفها الأساسي ويعني مصدر دخلها الأساسي هو استقطاب السياح من جميع الخلف. بالتالي لا شك أنه هذه التصرفات فردية يعني لا تمثل أبدا ما تطمح إليه تركيا شعبا وحكومة، وبالتالي هذا تصرف فردي. ذكرت شرطة ولاية طرابزون أصدرت بيانا بأنها يعني ذهبت لتزور هذا الرجل واعتذرت منه، ويعني قالت أنها سوف تفتح محضر تحقيق في القضية، وأمسكوا بالجاني. وقامت أيضا السلطات الكويتية يعني طالبت بأنه هذا الرجل لابد أن يأخذ حقه كامل، ولابد أن تصعد القضية حتى لا تتكرر مرة أخرى. وعلى هذا انتهت هذه القضية، وبدأت قضية أخرى ألا وهي قضية العنصرية في تركيا التي شاهدناها مؤخرا. ويعني كثير من الناس تداولوا مقاطع غير مقطع الكويت الذي يعني تعرض للضرب، ويعني تم تصعيد الموضوع، وكان صراحة يعني ردة فعل جميلة جدا. الناس حتى من قبل صحفيين أتراك مشهورين يعني ذكروا أن هذا الفعل يعني مردود على أصحابه، ونحن نرفض هذا الفعل جملة وتفصيلا. نعم. أيضا ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان في مقطع أن هذه الأمور لا تخص، أو أن هذا الفعل يمثل صاحبه لا يمثل الشعب التركي الرفيع بأخلاقه وبكرمه، ودائما هو أصلا ما يكون مرحب بالزوار من الخارج. لكن نؤكد أن هذا الفعل هو فعل كما ذكر عبد الرحمن وكما ذكر الرئيس رجب طيب أردوغان، أن هذا الفعل مردود إلى صاحبه. أسأل الله عز وجل يعني أن يكفينا شر هذه العنصرية يا أرحم الراحمين. طيب، ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الترند الثاني، وهو مجمع اللغة العربية في القاهرة. تم تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعي، كان برئاسة الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام
للمجمع. نوقشت هذه الكلمات مناقشة مطولة في لجنة الألفاظ والأساليب بالمجموع، وتعدد الرأي حولها ما بين موافق ورافض، ولكن وجه هو ومعاليه، وحدث هذا الأمر نفسه عند العرض على مجلس المجمع. المجمع أو الذي كان فيه اللغة العربية كان عبد الرحمن جميل جدا، بس انه يعني اعتقد انه ما توبع بشكل كبير. كم كان عدد المشاهدين له؟ والله هو يعني في هذا الخبر تحديدا كان المتابعة ضعيفة، ولكن يعني عندما يعني أصدرت هذه اللجنة خبر أنه كلمة ترند يعني عربوها لأنها كلمة ترند قادمة من اللغة الإنجليزية، ولكن بحكم أنها تستخدم بشكل كبير جدا بين العرب، فيعني أكدوا على أنه ممكن تكون هذه الكلمة ندخلها في المعجم العربي ويكون لها معنى مستقل، كون يعني هذه الكلمات جاءت يعني يعني كلمة ترند جاءت من اللغة الفارسية واليونانية والسريانية وغيرها. لابد أنه يعني كان في البداية في تردد في إدخال هذه الكلمة. وبالمناسبة الخبر هذا يعني أدخلناه نحن في فقرتنا بحكم أن هذه الفقرة هذه اسمها فقرة ترند، بالتالي قد يسألك شخص يقول لك يا أخي ترند هذه كلمة عربية ولا كلمة أجنبية؟ فيعني ظهر هذا الخبر يعني ردا على مثل هذه الأسئلة، أنه كلمة ترند يدرسون الآن، ومصر أكيد من الدول العربية العريقة والتي يعني تدرس اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم مثل الدول العربية الأخرى. وبالتالي جاء هذا الخبر يعني تأكيدا على أنه كلمة ترند هي ليست كلمة عربية، ولكن قد تدخل إلى المعجم العربي. طيب ننتقل عبد الرحمن إلى الترند الثالث، وهو يعني عن الإعصار الذي يعني حدث في الدولة الشقيقة دولة ليبيا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر ويرحم لمن يعني فقدناهم في هذا الإعصار الكبير جدا. عبد الرحمن، أعتقد أن الوفيات وصلوا في ليبيا إلى 20,000 شخص بحسب آخر الأخبار، وهناك يعني لهم 10 أيام. بعض المدارس نقلت إلى أنها تسير ملاجئ مؤقتة للمتضررين. أعتقد أن المتضررين تجاوزوا 20,000 الآن. عدد الوفيات صار 20,000 شخص فقدناهم في هذه الإعصار الذي حدث في ليبيا. و20,000 مبلغ يعني أو عدد مهول جدا. العدد كم كان عندها في تركيا تذكر؟ عدد الوفيات في الزلازل؟ لا يعني وصل ضعف وزيادة، يعني وصل فوق 60,000 للأسف الشديد. لأنه مثل هذه الأعاصير الإشكالية فيها أو مثل هذه الكوارث الطبيعية الإشكالية فيها أنه يكون هناك فقدان الكثير من الجثث، نسأل الله السلامة والعافية. فبالتالي هذا الرقم هو الرقم الرسمي المصدر من الحكومة الليبية، ولكن أعداد المفقودين أكيد أنه يتجاوز ذلك بكثير. نفس الموضوع الذي كان حاصل في تركيا، نفس الموضوع اللي كان حصل قبل أيام في دولة المغرب. فبالتالي الإشكالية في هذه الكوارث صعب انك تسيطر عليها، لانها يعني تاتي فجاه، ويعني يكون دمارها او تاثيرها مدمر وشامل لاماكن كثيره. نسال الله السلامه والعافيه. نسال الله تعالى ان يعني يرحم كل من يعني توفاه الله وقت المنيه في هذه الكارثه، ونسال الله ان يشفي المصابين ويصبر اهاليهم وذويهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب اللهم امين يا ارحم الراحمين. لعلنا نخرج من هذا الخبر إلى فقرتنا القادمة وسبورت. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة في الترند في الفقرة الأخيرة، فقرة سبورت. عبد الرحمن، نبغى نتكلم عن أهم الأحداث التي يعني جرت الأسبوع الماضي. جميل جدا. أولا لعلنا نبدأ بالدوري الأكثر متابعة في العالم، اللي هو الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية، حيث انتصر فريق ليفربول على فريق ويلفرهامبتون 3-1 وكان صاحب يعني أو نجم هذه المباراة هو النجم محمد صلاح، الذي كان الاتحاد يفاوضه، ولكن يعني أصر كلوب وأصرت إدارة نادي ليفربول أن تبقي محمد صلاح، ويعني كرسالة إلى جماهير ليفربول وجماهير كرة القدم أنه الآن في هذا الموسم على محمد صلاح. وجاء محمد صلاح ولم يخيب يعني آمال وطموحات الفريق، أتى ب3
اسيست. يعني تخيل انك تسوي هاتريك اسيست في مباراه واحده، هذا ترى موضوع صعب جدا، اصعب من انك انت تجيب يعني هاتريك اهداف، كون انه هي صناعه، فبالتالي الموضوع اكيد انه اصعب. انتهت المباراة 3-1. نتكلم عن المباراة الثانية لو هي مباراة، يعني هنا نتكلم عن التوب 5 أو التوب 6 في الدوري الإنجليزي. عندنا مانشستر سيتي الذي انتصر على فريق ويست هام في مباراة يعني كانت فيها من الريمونتادا الشيء الكثير. يعني تقدم أول شيء ويست هام، ثم عادل السيتي، ثم جاب الثاني والثالث. كانت مباراة أيضا جميلة جدا. لعلنا نستعرض ترتيب الدوري الانجليزي الحالي. طبعا انه هي الان ما عدت الا 5 مباريات او 5 جولات، لكن يقع في المركز الاول مان سيتي، المركز الثاني توتنهام، ليفربول، ارسنال. واعتقد السنه هذه المنافسه سوف تكون شرسه عكس السنه الماضيه والتي قبلها اللي كان فيه بس اللهم يا اما مان سيتي وليفربول، والسنه الماضيه كان فيه بس استثناء بسيط اللي هو ارسنال ومان سيتي. لكن لا، الموسم هذا في افريقيا ناويه على شيء قد يكون مختلف. عندك ارسنال الذي وقع في المركز الثاني الموسم الماضي، اكيد السنه هذه بلا شك انه هدفه الاساسي هو الحصول على لقب الدوري الانجليزي. عندك مانشستر سيتي الذي اصبحت بطوله الدوري الانجليزي بالنسبه له عباره عن عاده سنويه. عندك ليفربول يعني وده يعني يرجع الى القمه كما كان. عندك توتنهام اللي يعني بدا بدايه قويه جدا، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراه، بالمناسبه لديه مباراه قادمه في الدوري الانجليزي مع ارسنال الذي ايضا يمتلك نفس الرصيد من النقاط. هو وليفربول وتوتنهام يشتركون في كافة النقاط بعدد 13 نقطة ومانشستر سيتي يتفاوض بالصدارة ب 15 نقطة. هذا ملخص يعني سريع لأحداث الدوري الإنجليزي. أيضا لدينا المباراة يعني الجميلة التي كانت البارحة بين أرسنال وإيفرتون، حيث سجل اللاعب تروسارد هدف الفوز في الدقيقة أعتقد كانت في 60 ما بين 60 و70 هدف، كان او عفوا ما بين 70 و80 هدف، كان جميل جدا. يعني ساعة او ساهم في فوز فريق ارسنال ويعني الحصول على 3 نقاط. ارسنال السنة هذه ناوي على شيء قوي ابو صقر، ناوي يعني يضم جراح خوفي نفس الموسم الماضي، بس البداية كانت قوية جدا ثم والله هي يعني الدوري الانجليزي يحتاج صراحة انك انت تبدأ بداية القوية عشان يعني تبني عليها الى نهايه الدوري. ولكن اعتقد انه ارسنال راح يتعلم من خطا الموسم الماضي ويبدا يعني في المباريات اللي ممكن يفقد فيها نقاط لا بيكون فريق اكثر صلابه. ايضا على صعيد دوري ابطال اسيا اليوم عوده الفرق السعوديه، اليوم يلعب الاتحاد ونادي الهلال مباريتين يعني في بدايه الدوري ابطال اسيا. عبد الرحمن، توقعاتك لاختيار الاجانب في صعيد نادي الاتحاد مع المدرب نونو سانتو؟ والله انا باعتقادي انه الاتحاد وقع مع الحارس السعودي عبد الله معيوف الذي لديه خبره طويله في دوري ابطال اسيا، فبالتالي لابد ان يبدا بهذا الحارس، كونه قروهي ايضا يعاني من اصابه قد يغيب عنها في بعض فترات الموسم، وبالتالي لابد انه قروهي يستبعد. فانا وجهه نظري افضل اجانب ممكن تبدا فيهم هي 4 اجانب لك، والخامس اسيوي بحكم الاتحاد ما عنده اجنبي اسيوي، لابد انه يبدا ب4 اجانب. عندك كريم بنزيما، فابينهو، كانتي، وايضا فيليب لويز كونه هو المدافع الوحيد الاجنبي. ممكن تستبدل فيليب لويز برومارينهو، لكن تلعب بدون مدافع، تلعب بدون مدافع اجنبي. عندك عمر هوساوي وشراحيلي، واعتقد انهم يعني يؤدون الواجب. وانت اصلا محتاج في هذه المباراه يعني انك انت ما تخش بكامل قوه، كون الخصم يعني جديد على دوري ابطال اسيا، بينما انت عندك تاريخ قوي وعندك فريق اقوى، فبالتالي لعلك ممكن تجرب، ممكن لعل الخط الدفاعي يعني يكون مناسب واستفيد من رومارينو في الهجوم. انا اشوف هذا وجهه نظري، ونونو سانتو هو اللي راح يعني يقرر في النهايه. طيب تنتظرنا مباراه وكلاسيكو كبير جدا الاسبوع هذا بين الاهلي والنصر، كلاهما يعني يمتلكان يعني عدد من المحترفين شيء كبير جدا. يعني النصر ما شاء الله تبارك الرحمن قائمة متكاملة جدا، والأهلي في وجهة نظري هو يعني فريق قائمة متكاملة، لكن أرى أن النصر هو الأكمل والأجهز. فتوقعت أنا عبد الرحمن المباراة هذه قد تكون يعني مباراة يملأها الأهداف الكثيرة. تتفق معي عبد الرحمن؟ لا شك، كون الاهلي عنده نجوم كبيره، كانت استقطابات عالميه جدا، لكن النصر
لا شك أنه فريق أثقل فنيا بحكم أنه يمتلك أسماء مثل رونالدو تاليسكا وغيرهم من اللاعبين. تنتظرنا مباراة جميلة جدا في الدوري السعودي في الجولة الخامسة والرابعة، والله ما أذكر، أعتقد أنها الخامسة أو السادسة. لكن خلينا نسألك يا أبو صقر، يعني من ترشح للفوز في أكبر بطولتين قاريتين، كون أنه أيضا الأسبوع هذا راح تبدأ مباريات دوري أبطال أوروبا، البطولة الأكبر والأشمل والأعم بعد كأس العالم، كونها هي البطولة التي يطمح إليها الكثير من الفرق العالمية، ولا شك في قارة آسيا دوري أبطال آسيا هي البطولة الأهم. من ترشح، كون احنا الحين بادين بداية الموسم، يعني ممكن نرمي يعني أسماء فرق ممكن تصير، ممكن تخيل، ممكن ما يعدون، مثل برشلونة الموسم الماضي يعدي من الدور الأول، ممكن إنه يوصل للنهاية. لكن أبغاك تحدد لي يعني من ترشح في كل بطولة البطل، ومن ترشح الحصان الأسود في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا. والله يا أخي أبطال آسيا أعتقد والله أعلم من سيربح الكأس هو فريق سعودي صراحة، نظرا ل يعني الصفقات والتعاقدات المهولة التي يعني صارت في دوري روشن. لكن أعتقد والله أعلم أن قد يفاجئنا أحد الأندية السعودية ممكن النصر. ممكن النصر يكون مساهم بشكل كبير جدا في هذه البطولة. على صعيد الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال أوروبا عفوا، قد يستغرب، يعني مو بيستغرب، بس أنا توقعاتي أشعر ما بين أنها يعني السيتي سيكون لها كلام كبير، السيتي سيكون لها كلام كبير، وأعتقد ليفربول احتمال، والله أعلم، يعني أنت عارف الآن الاتحادية زعلانين من ليفربول، أعتقد أنه سيودع يعني في البدايات يعني. لكن السيتي فريق متكامل، فريق يمتلك مدرب كبير جدا، يمتلك عدد من اللاعبين يعني كبير، أسماء كبيرة جدا في أسميه منتخب السيتي أنا هذا منتخب ما هو فريق عادي فعلا. لكن عبد الرحمن، على صعيد السيتي، هل تتوقع أنه ممكن مثلا يقابل الاتحاد في كأس العالم للأندية؟ من تتوقع أنه يحقق كأس العالم للأندية؟ يعني ما يبغى اتوقع يا ابو صقر، يعني نادي مانشستر سيتي ممكن يحقق بطولة كأس العالم للأندية بالفريق الثاني او بالرديف كونه يعني يلعب مع مستويات مع فرق باحترام شديد لكافة الفرق، اهمها نادي الاتحاد السعودي كونه هو الابرز في هذه البطولات. عندنا نادي الاهلي المصري، لكن اقدر اقول لك ما في احد يصف جنب مانشستر سيتي، فبالتالي هذه البطولة سهل جدا في المتناول، يعني سوف تكون فضيحة اذا لم يحققها فريق مانشستر سيتي. وانا اعتقد ان مانشستر سيتي ايضا الموسم هذا سوف يحافظ على لقب دوري ابطال اوروبا، انها هي عقده اذا فكت، زي موضوع الدوري الانجليزي، يعني كانوا محتاجين بس بطوله واحده وبالتالي سبقوها بعده بطولات. ايضا دوري ابطال اوروبا هي عقده وانفكت بيب جوارديولا مانشستر سيتي، وبالتالي لن يفرط في هذه الفرصه، كونه يعني الان يعيش افضل مراحل مانشستر سيتي، فهو الذي سوف يحصد نقاط البطوله. عندنا مباراه جميله ابو صقر، مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني. وبالمناسبة الدوري الإسباني أيضا الموسم هذا موسم يعني راح يكون موسم جميل جدا، كون برشلونة بدأ يستعيد شيء من بريقه من الزمن الجميل. نتكلم عن صفقات مثل كانسيلو وجواو فيليكس اللي صراحة كانوا مؤثرين جدا في الفريق، وكانوا مساهمين بشكل أساسي في الفوز على فريق ريال بيتيس اللي فريق صراحة ما هو سهل أبدا بقيادة مدربهم بيلغريني. أنا أعتقد أنه يعني مباراة كانت تاريخية جدا لفريق برشلونة بكافة يعني عناصره. تكلم عن في الحراسة، تكلم عن خط الدفاع، الوسط، الهجوم. أصبح فريق برشلونة فريق ثقيل فنيا، ليس كما اعتدنا عليه في الماضية. هل برشلونة يستطيع أن ينافس على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ لا، لأنه بهذه الأسماء في أسماء أفضل منك، ولكنك قد تصل إلى مراحل بعيدة، ولكنك تنافس بشكل أساسي على اللقب. أعتقد أنه في يعني أفريقيا أكثر منك جاهزية مثل هذه البطولات. تكلم عن ريال مدريد يعني ملك هذه البطولة، تكلم عن مانشستر سيتي، تكلم عن بايرن ميونخ، تكلم عن ممكن باريس سان جيرمان اللي يعني فقد كثير من نجومه، ولكن ما زال يعني مرشح أساسي للقب. هذه فرق سابقة للأسف الشديد برشلونة بخطوات كبيرة، إلا أنه ما زال برشلونة يعني يواصل التقدم ويعني العمل بشكل جاد نحو استعادة بريقه. بس كانسيلو مؤدي، أشوف كانسيلو صفقات وفيليكس والصفقات اللي يعني مع برشلونة أيه كانوا مؤدين، يعني حتى سجلوا أهداف جميلة في آخر المباراة.
بالضبط. انا اقول لك يعني انه يعني على غير العاده الناس اللي يجون على برشلونه ياخذون وقت الى ما يتاقلمون، لكن هذين اللاعبين مباشره في الاول لان مراكزهم كان فيها احتياج. انا هذا تحليلي. عندي في الظهير الايمن كان فيه احتياج، وبالتالي لاعب مثل كانسيلو لاعب صاحب خبره كبيره، تكلم عن بايرن ميونخ، يوفنتوس، مانشستر سيتي، واساسي في كل فريق، طبعا راح يكون يعني مؤثر بشكل كبير. تكلم عن جواو فيليكس، موهبه كبيره جدا، انتقل الى اتلتيكو مدريد ثم الى تشيلسي وثم الى برشلونه. لا اعتقد انه هذه الاسماء سوف يكون لها التاثير الاكبر. شكرا لك يا مصقر على هذا التألق وعلى هذا الحضور الغير مستغرب منك دائما ابدا. الله يكرمك عبد الرحمن، والشكر ايضا موصول لمشاهدينا الكرام لمتابعتهم هذا البرنامج. فقدنا اتصالاتكم والله يا عبد الرحمن، فقدنا اتصالاتهم. ها والله انا ودي صراحه يعني احنا دائما نذكر دائما الساده المشاهدين انه الارقام تكون ظاهره امامكم دائما على الشاشه، لابد يعني انه نسمع اصواتكم سواء في فقره جلسه ثمر او يعني في فقره ترند او الفقره المحببه لكم فقره سبورت. نتمنى من جميع المشاهدين والمشاركين في هذا البرنامج ان يتصلوا ونسمع منكم ويعني ناخذ ونعطي معكم. اشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع والانصات الى هنا، وإياكم نصل الى نهايه هذه الحلقه على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه في نفس التوقيت من الاسبوع القادم الساعه 4 عصرا بتوقيت اسمر. الى ذلك حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا لينوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أمنوا.